بس بيان يصيحون الله اكبر بالمساجد بغداد تسقط. والله اقسم بالله مسؤول عن كلامي، وان يوم القيامه شاهد عيان يعني اسال عنه. هسه حتى احنا مهددين. تدري احد المشايخ اليوم خابرني يقول شيخ دير بالك، قال لك الشيخ بابو غريب حاجهم راحوا حطوه ضربوه دجل طالعنا بالسوق، شنو رايك؟ لو تمكن هؤلاء ما الذي يفعلونه؟ يعني شرب ويقطعون رؤوسهم ان شاء الله، ازود لسه على ازود كمان، او الراس هو اللي حطه والله هو اللي يشيله. يقطعون راس منه؟ الكفار المرتدين كل مين. أقول الجماعات المتطرفة هي نسخة محدثة لتنظيم داعش. هم 75 شخص لابسين شموع حمر ودشاديش قصيرة، اجوا ودخلوا للمسجد اخذوا الصف الاول، يعني زاحموا الناس واخذوا الصف الاول. اجتنا مدعومة من جهة سياسية. التزام بهذا المنهج العظيم، منهج السلف الصالح. أنا اليوم جاي أسلم عليكم. الإعلام يمكن لم يسلط عليه الضوء، لأن لو قاتل شيعي كان شفت القنوات العربية الأجنبية تتحدث، لكن القاتل من نفس البيئة. هذا المنهج الصحيح، المنهج الذي يدافع عن العقيدة ويرسخ الأمن والسلام في المجتمع. سابقا اجونا برمضان وما قدروا يسيطرون على المسجد. الوجوه اللي شفتها اكثر، عددها اكثر من 75 شخص، وجوههم ضحاياهم جهات متشدده ما نعرفها، مو من المنطقه.